بسم الله بديت وعلى نبي صليت، وهذا الفعل كل وحدة متواجدة معايا في هذا الفيديو. نويت هابطة في دروج تكركر في فوطتها، منصابني سلسلة في رقبتها ولا خويتم في صباحها، نبوس خدها لي مدون زيدي ديداتها. وش راكم فراشتي؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. انا راني في نعمة والحمد لله. كيفاش جوزتوا رمضانكم؟ ان شاء الله بخير وعلى خير. اليوم جيتكم بوصفة تسخف وتشهي أممتو في رمضان هذايا، تقدروا توجدوها حتى في الفطار. ما شاء الله الوليدات يحبوها بزاف بزاف، كبار وصغار. كيما راكم تشاهدوا معايا الرز بالشعريه بلا صوص بلونش، يجي يهبل يهبل يهبل. هنا في القدره ديالي نحطوا قطعه تاع زبده ونحطوا معاها شويه زيت، ونحطوا الشعريه حوالي كاس ديالنا تاع الشعريه، نحطوه على نار هاديه ونحمصوه حتى ياخذ لنا اللون الاحمر كما راكم تشوفوا هنايا. نحاولوا انه نقعدوا نخلطوا باش ما يتحرق الناش وياخذ اللون كما راكم تشاهدوا لهنايا، اللون احمر. يغير لنا ولا يزوق لنا الرز ديالنا. هنايا عندي الرز غسلته مليح مليح حوالي واحد 5 خطرات حتى يولي الماء تاعو صافي، ونقعوه في الماء حوالي 15 دقيقة ونقطروه. ومن بعد ما نقطروه نحطوه فوق الشعرية ديالنا ونحطو عليه. هنا حطيت كيلة تاع رز، نحط عليها كيلة ونص عفوا تاع الماء. وقبل هذا نحطو عفوا كيلة ونصف تاع ماء. انا حطيت كيلة، نزيدو النصف ديالهم كما راكم تشاهدوا معايا. هنا من بعد ما حطيت الكيلة الاولى زدت لها نصف كيلة تاع الماء. وما نساوش انه نحطو التوابل ديالنا، ملح، فلفل كحل وقطعة جامبو. كما راكم تشاهدوا لهنايا نقول لها النار حتى الغليان، نقصوا النار كما راكم تشاهدوا معايا. نخلطوها غير شويه ما نكثروش. وشنو في الاول نشعلوا النار قويه، من بعد نقصوا لها نخلوها نار هاديه. هنايا عندي قطعه جامبو، عندي مغرفه ملح وشويه تاع فلفل كحل. هذا واش نديروا لهم، نحطوا في المرق ديالنا كما راكم تشاهدوا معايا. ونقوي لها النار كما قلت لكم. بعد ما تجيب الغليان نقصوا لها النار ونخليوها حتى تنشف لنا الارز ديالنا، يولي بهذه الطريقه. لهنا في مقله نروحوا نحطوا عندنا عفوا دجاج مكعبات، قطع دجاج مكعبات. وفي التوابل عندي ثوم، عندي تابل دجاج، عندي تابل الكاري، عندي فلفل اسود، عندي زنجبيل، زيت راس الحانوت، فلفل عكري حار غير شويه وشويه ملح. ما نساوش لهنايا عندي معدنوس، وهنايا عندي حبيبه بصل. وفي المقله هنايا نحطوا فيها الزبده ديالنا. ما تقولوا ليش حطيت حوالي مغرف كبيره، ما تقولوا ليش بني الزبده ديالك ياسا، لانه راح نخدموا بها لاصوص بلونش ديالنا. من بعد صافي كل شيء نحطه على طريق باش ياخذ لنا الزبده ديالنا، تاخذ لنا بنه اللحم باش نقدروا نخدموا بها لاصوص بلونش ديالنا بالمذاق ديالها. تجي رائعه جدا جدا جدا، صدقيني هذه الوصفه راح يحبوها الصغار قبل الكبار. تجي تهبل وما حش زعما ما حش تندمي انك ديريها. كما راكم تشاهدوا معايا فوق الزبده ديالي مقله، حطيت فوق النار، حطيت فوقها زبده وحطيت فيها القطع تاع الدجاج. وحاولت اني نقطع هذيك الزبده قطع صغيره ونفوتها كامل على الكوتي تاع المقله ديالي باش دوبنا وممتو تتوزع عليه كامل الزبده مع المقله. هنايا نحاول اني نقليها والدجاج ديالنا ونخليوه يطيب مليح وممتو ما يتحمرناش بزاف، جست يطيب. نحاولوا نحوه كما راكم تشاهدوا معايا، نحاولوا معاهم غير بشويه بشويه حتى طيب الدجاج ديالنا. منساوش كل خطره نقلبو
باش ياخد عفوا ياخد اللون الطياب ديالو، عفوا ماشي اللون، منحوسوش عليه ياخد اللون غير اللون الابيض. بطبيعة الحال نقعدو نخلطو فيه. انا كما راكم تشاهدوا هنا ما درت والو توابل. بهذه الطريقة نقعدو نخلطو فيهم حتى يطيب لنا الدجاج ديالنا، يطيب لنا كامل. هنايا من بعد ما طاب لي الدجاج ديالي، شوفوا بدا ياخد تحميره، نحاول ما نخليش ياخدها ونحيه كاريمون من المقله ديالي، نخلوه غير الزبده اللي كانت كنا طيبنا فيها الدجاج ديالنا. بهذه الطريقه نحطوا الدجاج على جنب ونروحوا للزبده ديالي نحطوا فيها عفوا نروحوا للمقله تاع الزبده ديالي، نحطوا فيها العطريه ديالنا. اول حاجه هي نحطوها الثوم ونحاولوا انه نخلوه يتحمص وممتو ما يتحرقناش، سي جوست ياخد اللون الذهبي برك، ما نخليوش يفوت في الطياب لانه يطلق لنا المراره. نحاولوا نقليوه غير شويه شويه كما راكم تشاهدوا معايا، وما نخليوش كما قلت لكم ياخذ اللون الاغمق انه يولي مر. من بعد ما نشوفوا نحسوه انه الثوم ديالنا بدا ياخذ اللون، واش نديروا له لهنايا؟ نروح نجيبوا الحبيبه تاع البصل ديالنا نزيدوها فوق الدجاج. طبيعه الحال نحاول اني نجوز لها زاده في المقله، نخلطوها مليح مليح مع الثومه والزبده باش تدي البنه ديالها. كما نعرفوا البصل يطلق الماء، ولكن هذا البصل الاخضر ما يطلقش الماء بزاف، ماشي كيما البصله اليابسه هذيك دائريه، هذيك تجي هايله وتجي تطلق الماء، اما هذه ما تطلقش الماء بزاف. فنحطوهم نحاولوا ان نضموا البصله ديالنا كامل في الوسط ونغطيوها بالغطاء ونخليوها، نحاولوا انه نستخرجوا منها الماء ديالها، ولكن هي ما تطلقش بزاف الماء. نحاولوا لهنا نزيدوا لها 2 مغارفات تاع ماء، ما نكثروش بزاف باش برك يعاونها انها تخرج الماء ديالها وتطيب فيه، تتبان لنا البصله ديالنا ما تقعدش فيها هذيك التغزغيزه ديالها، سي جوست يتبان لنا البصل ويطيب لنا كما راكم تشاهدوا. هنايا من بعد ما نشف لها الماء ديالها تماما نحاولوا ان نخلطوها بهذه الطريقه. كما قلت لكم من قبل انا ما حطيتش توابل. هنايا نجو نحطو التوابل ديالنا اللي هما توابل دجاج، الكاري، فلفل اسود وزنجبيل وراس الحانوت، وما نساوش فلفل عكري حار، نحطوهم على فوا كما راكم تشاهدوا معايا ونخلطوهم مليح مليح. ولهنا نزيدو نحطو هذاك القطع تاع الدجاج اللي كنا قليناهم من قبل، نعاودو نرجعوهم للمقله ديالنا ونحاولوا نخلطوهم باش يدي الدجاج ديالنا البنه تاع التوابل والبصل كامل. نديروهم لهنا ما ننساوش ان نحطوا الملح ديالنا على حسب الذوق، ومن بعد نقعدوا نخلطوا باش التوابل والملح يندمجوا مع البصلايتو، يندمجوا مع اللحم ديالنا ولا قطع الدجاج ديالنا بهذه الطريقه حتى نحسوا انهم تجمروا مليح مليح. نقعدوا نخلطوا بدي الطريقه، ما نخليوهش وحده سينو تتحرق لنا لاصوص ديالنا وما يجي فيها اغيغ وما تجيش بنينه. هنا من بعد ما تجمرت لنا لاصوص ديالنا نحط فيها كريمه سائله حوالي كاس ونصف، ونحط النصف الثاني حليب كما راكم تشاهدوا لهنايا. حطيت الكاس الاول، الكاس الثاني درت له نصف وزدت له الحليب باش تجينا لاصوص شويه خفيفه، مانيش حبتها تجي ثقيله بزاف. هنا من بعد ما زدنا وخلطنا لاصوص ديالنا نزيدو لها المعدنوس ونحاولوا انه نخلوها تغلي وتكتك براحتها.
كيما راكم تشاهدوا معايا نخلطوا هذاك المعدنوس. درناه في اخر ثواني ولا الدقائق الاخيره باش يطلق لنا الجو وممتوح يقعد عطينا ديك النظره ولا المظهر ديالو، يعني ذوق، ويقعد لنا ديكور من الفوق. فهنايا تقعد اختيارية. زيدوا الجبن، انا حطيت قطعة جبن وحطيت شوية مبشور من الجبن، حطيتهم بهذه الطريقة ولا الجبن مبشور، ونحاول اني نخلطهم باش هما اصلا يعقدوا. الجبن كما نعرفوه يعقد لنا لاصوص ويطلق لنا بنة تهبل فيها زادة. هذا يقعد اختياري لانه احنا لاصوص ديالنا ديجا بنينه بالتوابل وبالكريم اللي فيها. صافي هذه تقعد غير الزوائد اللي ما عندهاش تقدر تستغنى عنها، ماشي اوبليجي يدير لها فرماج، سي جوست انا حبيت نزيدها لهنايا. نخليوها تكتك شويه المقله ديالنا كما راكم تشاهدوا. من بعد عفوا لهنايا من بعد ما تكتكت مليح لنا لاصوص، ما خليوهاش تنشف كاغيمون كيما راكم تشاهدوا معايا. لهنايا لاصوص ديالي خرجت هايله هكذاك وخرجت لي خاطره ما شاء الله. شوفوا معايا، واللي حبت تخففها اكثر تزيد لها غير الحليب كيما راكم تشاهدوا. لهنايا هذا الرز شعريه، رز بالشعريه اللي وجدناه تريسيناه لهنايا في طبيسي، ونحين نحطوه بحذاه لاصوص بلونش. يتقدم بهذه الطريقة ويجي رائع مذاقا وديكور. والبنة واش نحكي لكم جاب بنين ما فيه ولا غلطة. البنة ديالو رائع جدا. راح قلت لكم حين يحبوا الصغار قبل الكبار، وصدقوني ما حيش تندموا اذا جربتوا هذه الوصفة، راح تولي معتمدة عندكم. وهنا ما بقى لي نقولكم مع سلامة في فيديو اخر باذن الله.